قالوا يا أيها العزيز إن أهلا أهلا. امبارح كان عندي امتحان، ودايما في أيام الامتحانات بيبقى مودي كده مش أحسن حاجة، وبرجع متضايقة وببقى شايفة كل حاجة تقريبا وحشة. بس النهاردة أو امبارح قررت أجبر نفسي إني مفكرش في أي حاجة سلبية. كل ما أحس إني هبدأ أتضايق ببتسم كده وبهدى وبقول عادي، هو ايه اللي ممكن يخليني أتضايق أصلا؟ وفعلا لحد ما خلصت امتحان وخلاص كنت ماشية وانا مودي كان حلو جدا وكنت مبسوطة وعرفت احل في الامتحان وما اتوترتش، والدنيا كانت لحد ما لذيذة. بدأت اعمل كده من فترة، وهو اني بحاول مخليش الافكار السلبية والحزن يسيطروا عليا، ولان الحزن من الشيطان، والشيطان بيفرح جدا لما يلاقي الانسان حزين سواء بسبب او من غير سبب. فالمفروض برضو لما نبدأ نحس بحزن وزعل وان احنا متضايقين من حاجة ايا كانت ايه هي، نبدأ نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، نستغفر ربنا كتير. فعلا الموضوع ده بدأ يفرق معايا في حاجات كتير، بدأت أشوف الدنيا بمنظور تاني خالص فعلا، وبدأت أحس إن الدنيا جميلة زي ما بيقولوا، وإن life worth living. بس كده، ده كان اليوم الرابع، وبفكر عامة ارجع اعمل موضوع ان انا بصور فلوجز واعمل توك جوه الفلوج. حاساها تبقى حاجة جميلة جدا، لان تقريبا انتوا كنتوا حبيتوها، كان في ناس حبتها وهكذا. فبفكر ارجع اعملها تاني، وكل يوم بقى هيبقى فيه حاجة نتكلم فيها، ويبقى improvement مش بس physically مثلا او كده، ده هيبقى physically mentally emotionally كل حاجة بقى. وكل ما احس ان انا لقيت حاجة جديدة ممكن اعرفها لكم وتساعدنا، اكيد هقولها. بس كده، ده كان اليوم الرابع. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك واي كومنت انكم هتبدأوا معايا في التشالنج او تكملوا معايا في الروتين. وبس كده، اشوفكم اليوم الخامس. باي.